يكفيني أن أسمع أحدهم يتحدث بصدق عن المثل الأعلى والمستقبل والفلسفة. يكفيني أن أسمعه يقول نحن بنبرة الواثق، ويذكر الآخرين باعتباره الناطق باسمهم كي أعتبره عدوي. إنه في نظري طاغية لم يتحقق وجلاد لم يكتمل، يستحق الكراهية بقدر ما يستحقها الطغاة والجلادون من الدرجة الأولى، وذلك لأن من طبيعة كل إيمان أن يمارس شكلا من الرعب، يزداد إرعابا بقدر ما يتولى أمره الأنقياء. نحترز من الماكرين والأوغاد والمحتالين، على الرغم من أننا لا نستطيع أن ننسب إليهم أيا من الهزات التاريخية الكبرى. إنهم لا يؤمنون بشيء، ومن ثم فإنهم لا يفتشون في قلوبكم ونواياكم، بل يتركونكم للامبالاتكم ويأسكم أو لا جدواكم. إن البشرية مدينة لهم بفترات الازدهار القليلة التي عرفتها. هؤلاء هم الذين ينقذون الشعوب التي يعذبها المتعصبون ويخربها المثاليون. إذا كنت أستطيع أن أقاوم نوبة انهيار عصبي، فباسم أي حيوية أجد في مقاومة هوس أملكه ويسبقني. إني لا أختار الطريقة التي تروق لي إلا حين أكون معافى. أما إذا أصبت فليس أنا من يقرر، بل إصابتي. لا خيار بالنسبة إلى المهووسين، هوسهم هو الذي اختار عنهم، بل اختار قبلهم. نحن نختار أنفسنا حين تتوفر لدينا الافتراضات المتشابهة، لكن وضوح العلة يسبق تنوع الطرق المفتوحة أمام الخيار. أن نسأل إن كنا أحرارا أم لا هو تفاهة أمام عقل تجرجره حريرات هذيانه. إن ادعاء الحرية بالنسبة إلى عقل كهذا يساوي التظاهر بعافية مخزية. ما الحرية إلا سفسطة أصحاء. الشيء الوحيد الذي أشعر بالفخر لفهمي له مبكرا جدا قبل العشرينات من عمري هو أنه لا يجب أن تولد. إن رعب الزواج والأسرة وجميع الأعراف الاجتماعية يأتي من ذلك. إنها جريمة أن تنقل مكامن الخلل الخاصة بك إلى ذرية، وبالتالي إجبارهم على المرور بنفس المحن التي تمر بها، من خلال محنة قد تكون أسوأ من محنتك. لكي أعطي الحياة لشخص يرث مصائبي وعللي، لم أستطع أبدا الموافقة على ذلك. الآباء جميعهم غير مسؤولين أو قاتلين. يجب أن يسعى الوحوش فقط إلى الإنجاب. الشفقة تمنعنا من أن نكون كهؤلاء الآباء.